في سؤال جالي اكتر من مره: ليه انا بحس بالخوف الشديد قوي ان حد ممكن يسيبني؟ لو الاحساس ده جالك مع الاعراض اللي انا هتكلم فيها يبقى انت مصاب بمرض اضطراب الشخصيه الحديه. مرض اضطراب الشخصيه الحديه هو بيمتاز بالتقلبات الشديده، سواء المزاجيه او تقلبات سلوكيه او في العلاقات. انت شخص مش عارف تندمج في حياتك او في علاقاتك، وحتى سلوكك انت مش عارف انت كويس ولا انت وحش. بتحس بالغضب الشديد لمجرد ان صاحبك اتأخر عليك او غير الميعاد او ما جاش اصلا، او ممكن تتطاول لفظيا حد عندك في العيلة او صحابك او شريك حياتك لمجرد ان هو ما بيديكش الدعم النفسي الكامل او اللي انت محتاجه. بتغير رأيك في الشخص بسرعة غريبة، مرة كويس ومرة وحش. حتى نفسك بتغير رأيك في نفسك، انت مش عارف انت شخص كويس ولا شخص وحش. بتندفع وبتقوم بمغامرات غير آمنة تماما، سواء بقى المغامرات دي سواء شديدة، سواء بسرعة عالية، أو علاقات جنسية غير آمنة، أو شرب مخدرات. أيا كان نوع المغامرات اللي بترضيك وبتعملها بالاندفاعية دي. بتأذي نفسك بشكل بتعور نفسك أو بتحرق نفسك أو بتأذي جسدك بأي شكل من الأشكال. وكمان بتنسحب قبل اكتمال الهدف بتاعك، تلاقي نفسك في سنة ثالثة كلية أو رابعة كلية وسبت الجامعة ومشيت، أو مشروع نفسك تعمله وبدأت فيه مع المثابرة والجهد اللي انت عملته، أول ما تقرب ان انت تنجح تسيب المشروع خالص وتنسحب. آخر حاجة محاولات انتحار متعددة لمجرد ان انت تخلي الناس تحس بيك وتصعب عليهم ويقعدوا معاك. المرض ده بيجي للستات اكتر بكتير جدا من الرجال. والمشكله رغم ان محاولات الانتحار دي بتبقى مجرد عن احساس عايز توصله، بس اوقات كبيره قوي بتنجح. 10% من المصابين بالمرض ده بيموتوا. بيجي لك ازاي؟ عن طريق الجينات، وراثه يعني ورثته، او عن طريق ايذاء نفسي حصل لك من وانت طفل، سواء بقى ان الاب والام انفصلوا، او ايذاء اتعرضت له سواء جنسي او جسدي بشكل مبالغ فيه. طب اعالج الكلام ده ازاي؟ عن طريق العلاج بالكلام اللي هو العلاج النفسي، مع ثيرابيست يكون متخصص في الموضوع ده يقدر يساعدك، او اوقات بنلجأ للعلاج الدوائي لموضوع التقلبات المزاجية لو عايزين نسيطر عليه. شارك غيرك بالمعلومة واعمل شير للفيديو وقول لي رأيك في التعليقات.